قمة العاصمة هنا في قلب استاد القاهرة من أجل دوري الأبطال. من سيرفع التاج ويحقق اللقب الغالي؟ الزمالك بتشكيل من أجل تاريخ يكتب للأولاد ويذكره الأحفاد. محمد أبو جبل، 14 أحمد عيد، 23 إسلام جابر، 5 محمد عبد الغني، 4 محمود علاء، 3 طارق حامد، 13 الفرجاني، 25 سيد زيزو، 20 أشرف بن شرقي، 10 شيكابالا، 15 البومبر مصطفى محمد. النادي الأهلي شناوي لحراسة المرمى، يمينا هاني محمد، في اليسار معلول، 6 ياسر ابراهيم، 12 ايمن اشرف محور الدفاع، 17 عمر السولية، 8 حمدي فتحي، رقم 19 محمد مجدي أفشة، 14 الشحات، 23 او 28 جونيور اجايي، و18 مروان محسن. هذه الدقيقة كانت للأسطورة البابا دي أورو دييغو أرماندو مارادونا، أكبر أساطير الكرة. جابت الأمهات أولاد وجابت الأمهات رجال وولدت نساء رجال، ولكن لم تلد لاعب بحجمك يا مارادونا. زمالك أهلي في يوم للتاريخ، أول عربي من أكثر من 10 سنين ممكن، مصطفى غربال القادم من الجزائر هو حكم وقاضي المباراة. الميدان نار من الفرجاني لزيزو البن شرقي لشيكابالا مصطفى محمد. الاهلي ينتظر الفرصه وهو الاميز في هذا الموسم الافريقي. على 14 مباراة ربحوا 10، اقوى هجوم 34 هدف، احسن نسبة امتلاك بوسيشن في الشامبيونز ليج 2020 بنسبة تتجاوز 56%. اذا كل الارقام تحيلنا الى قمة والى سهرة استثنائية. ضرب القلب بدأ يكثر، دقات القلب بدأت تتسارع، ضربات ما بين الضلوع بدأت تكثر وتتكاثر وتتنوع. أهلاوي ينتظر النجمة التاسعة، وزملكاوي يريد الكاس السادسة، ولكن بيني وبينكم هم لا ينظرون للكاس، سيفكرون فيها في الخواتيم. هم الآن هزم الجار، إنه ديربي في ثوب إفريقيا من أجل العالمية. الزمالك الكرة تمشي للأبيض، كرة طويلة تلعب الكرة لمن؟ آخر مواجهات في الدوري كانت 3-1 للفانيلا البيضاء. الزمالك بهذا الأسطورة مصطفى فتحي، اتدلل يا درش، اتدلع يا درش، سجل يا درش التاريخ. ترجع الكرة مرة أخرى، كرة النادي الأهلي يتقدم لتا، كرة من أفشة ممتازة وسط الميدان، تلعب الكرة من غير مقدمات. محمود علاء، شكلها مباراة نار، مباراة بداية أطوارها كبيرة، يتقدم فيها بثبات الفرجاني، فرجاني ساسي، 11 لاعبين من اسم ساسي لعب في المنتخب التونسي. ترجع الكرة بالانطلاق، ملعوبة من زيزو، زيزو تحط الكرة، يمشي عليه معلول، هداف الفريق في البطولة، كذا هداف، يمشي عليه، حط الكرة طويلة خطيرة، مروان يمشي بالكرة، محسن هل يحسن مروان، عرضية خطيرة يا جاي، يمشي المعلم طارق حامد في وسط الميدان، وخطة لنادي الزمالك. أول خطورة من الأهلي يقول أنا موجود، أنا أحمر إذا أنا موجود، أنا النادي الأهلي إذا أنا موجود. طارق حامد والخطأ، هذا عمر السولية. صراع الوسط كبير وقوي جدا رغم غياب اليو ديانج المالي، وليد سليمان، ومن جانب النادي الزمالك غياب الونش في قلب الدفاع دبابة الزمالك، وايضا غياب الاصابة ليوسف اوباما. سلامات بالنسبة للثلث الاول باصابات الكوفيد التي حرمتهم من القمة والتاريخ في نهاية 27 نوفمبر.
هذا اليوم يحيلني إلى ذكريات الماضي. نبشنا وفتشنا وستفتش عنها يا مصطفى ويا مروان في كل مكان، ستسأل عنها كل أرجاء الملعب القاهري. فتشنا ووجدنا أن القمة تلعبت تاريخيا مرتين في هذا اليوم 27 نوفمبر، في 53 1-1، في 82 ذات سكور 1-1. ترجع كرة النادي الأهلي الثالثة حتى بالتعادل. هناك منتصر. اليوم هناك دموع ستنسكب من الجانبين، دموعا للفرحة ودموعا للألم والحزن. هكذا هي كرة القدم. اليوم غالب وهناك مغلوب. يلعب طارق ويغلب الكرة الأولى، تمشي كرة طويلة من عيد ولمن الأعياد، تلعب الكرة لنادي الزمالك عن طريق فرجاني ساسي، حط الكرة للزمالك، يلعب الكرة للقناص المغربي بن شرقي. هذا هو أخطر الأسماء مع مصطفى محمد على دفاعات الأهلي. أرقام رهيبة. هذا الموسم سجل 5 صناعة 2 في آخر 15 مباراة في الشامبيونز ليج، مسجل 10 وسجل 3 أهداف أسيست. إنه بن شرقي الذي سبق له وان سجل في الاهلي في فينال 2017 لما كان ودادي مع الواك. ترجع الكره المعلول، فماش لابسه يد، ينطلق المعلول ويعلي، يمشي معلول، حتى الكره جايه، يمشي النيجيري حلوه، والخطا والدفاع والارتباك والجول والحارس يتعمق. ابو جبل ما يهز الجبل امام الشحات. حسين، اكتب يا حسين، سجل يا حسين، دون يا حسين. جاي في دار الدفاع، يغلط الدفاع الزملكاوي من اسلام جابر، وابو جبل لا يهتز امام الشحات. كوره ولا اروع، غلف له المرمى، اغلق له المرمى، قال له انا الجبل فمن تكون يا شحات. 0-0 والاهلي خطير. 5 دقائق لعب في الشوط الاول، هي قمه من اعلى طراز، هي قد تكون بذكريات فينال لا ننساه. 4-3 للاهلي في نهائي الكاب يا تريكا. الكوره تمشي عن طريق علي اليساري، يمشي الجناح وليس ظهير طاير، يطير علي، والهدف الاول للنادي الاهلي. الهدف الاول للنادي الاهلي عمرو السولية. عمرو يفجر الكرة في شباك ابو جبل ويتقدم بالاهلاوية لل1-0. اي كرة، اي سيناريو، اي روعة، اي انطلاق. سجدة الشكر من هاني والاهلي. الاحمر يتقدم، الاحمر يسجل، الاحمر يطير فوق الجميع للنجمة التاسعة. علي يلعب الكرة السولية في الجول. عمر يعمر بيت الاهلاوي بيقول الاهداف. 1-0 النادي الاهلي عن طريق عمرو السولية. بالمقاس كافيار، كرة بالمقاس بالملي على راسه، حتى الكرة يشوت كرة كأنها بساقه ويسوقها في مرمى ابو جبل. 1-1 الاهلي، 0 نادي الزمالك. هذا من اسرع الاهداف في تاريخ النهايات. الدقيقة السادسة لم تأتي والاهلي يتقدم للنجمة التاسعة ويقول لا سادسة امامي يا زمالك. تمشي الكرة عن طريق علاء، الانطلاقة، الاهلي يشن الحملة الاولى بنجاح. الان تصوروا معي الاجواء، الان تخيلوا معي الصورة، الان يشاهدون، الان في جانب يعبرون يهللون عن تقدم، وفي جانب ينتظرون ردة الفعل والكامباك. مباراة ممتازة جدا. الاهلي في النهايه رقم 13 في تاريخه في الشامبيونز، بينما المحاوله الثامنه لنادي الزمالك الذي يتعادل مع الترجي التونسي في اعاده النهايات الافريقيه. يمشي بالكره مصطفى، حلوه ما زالت المباراه. هل من عوده؟ لا تنسوا ان الزمالك امام نادي الرجاء كان خاسر بهدف وانقلبت الامور في الشوط الثاني وانتصر ب3. يلعب رقم 3 ل 13، يمشي الفرجاني، حط الكره بن شرقي يرجع لطارق، يمشي حامد اللعبه، حامد الانطلاق، حامد يحضر والزمالك يلعب، ويمشي زيزو، يتقدم زيزو يرجع الكرة عن طريق العيد، احمد عيد لمن التوزيع، خطيرة يا الزمالك، ملعوبة يا اهلي. 1-0 عمرو السولية. ترجع الكرة لعبد الغني، يمشي كرة طويلة. الاهلي والزمالك نهايات افريقيه في كره السله وفي كره الطايره وفي كره اليد. الكوماندوس الزملكاوي
الماسترز الاهلاوي في الفولي، ولكن اليوم هي ثاني مرة في نهايات القارة الافريقية بعد السوبر في جوهانسبورغ لما انتصر الزمالك 1-0 في يناير جانفي 94 بهدف صاروخ من ايمن منصور. باتشيكو 0 بيتسو موسيمان 1. فما مدربين اثنين في تاريخ افريقيا ربحوا دوري الابطال مع الوان مختلفة. المصري الجنرال محمود الجوهري ربح دوري الابطال مع الاهلي ثم الزمالك، بينما الثاني هو اجنبي ارجنتيني اوسكار فولوني ربح مع الاسيك، والعام اللي بعده ربح مع الرجاء. المغربي البوكا دافريكا. بينما هناك تقريب 3-4 مدربين ربحوا اللقب مرتين، الريكور يبقى المانويل جوزيه البرتغالي 4 مرات شامبيونز ليج كلها مع الاهلي، يليه الجوهر 2، معين الشعباني 2، وايضا 2 اوسكار فولوني. والشعباني مثل فولوني يعني امتيازهم انهم حققوا البطوله ورا بعض سنتين على التوالي. بيتسو موتسيماني كان ربح الزمالك في 2016 في النهائي مع سان داونز، هل يقرصن عليهم مرة ثانية بألوان الأحمر؟ ترجع الكرة طارق حامد، طارق حط الكرة، مباراة حلوة هذه الكرة وهذا فينال. يتقدم النجوم بن شرقي لا يمر، الاهلي مركز، الاهلي مركز، الاهلي الذي خسر مع الوداد 17 وانهزم في ريمونتادا خالدة للترجي 18 يقول كفاية في 2020 سأستعيد مكاني، أنا النمبر 1 يا أفريقيا. خطأ ضد شيكابالا والكرة تتهيأ مرة أخرى، خطأ لمصلحة أفشا. ترجع كرة للنادي الاهلي، 10 دقائق في الكرة، 10 دقائق من المتعة، 10 دقائق من الإثارة. معلول حكايته توزيع وكروس وكورنر على راس السولية، وعمر قال 1-0. أسألكم النجمة التاسعة يقول عمرو. كرة للنادي الاهلي، أفشا حتى الكرة السورية، حلوة الباس الكنترول، يمشي ينطلق الهاني، هاني متهني، هاني متهني ويغني، والنادي الأهلي في ركنية أخرى أو ضربة مرمى يا حامد. تاريخيا هذا النهائي رقم 27 في ديربي القاهرة بين أهلي وزمالك في مختلف المسابقات. أول فينال كان في كأس مصر عام 28، الأهلي 1 زمالك 0. آخر نهائي كان كأس السوبر المصري في 2020 وانتصر بالكأس الزمالك بركلات الترجيح. وهذا ثاني نهائي قاري بعد نهائي السوبر في جوهانسبورغ 94 اللي ربحوا كما قلت واسلفت الذكر الزمالك. يمشي بالكرة هاني، سنراوح بين الأرقام، بين الذكريات، بين الأسماء. كرة من اللون الأحمر، هاني من اليمين، يلعب الكرة محمد، هاني محمد لنادي الاهلي. الشحات يهرب، الشحات كروس، الشحات مروان أجاي حلوه وخطيره وملعوبه لقتل المباراه. اي اصرار يا الاهلي، اي روح يا الاهلي. قيل لي وقرات عنها وسمعت عنها وحدثوني عنها، يقولون روح الفانيلا الحمراء. هذه نراها هذه اللحظات، نعم هذه لحظات ودقائق بروح الفانيلا الحمراء. يمشي الفرجاني، فرجاني الساسي، فرجاني الساسي، كرة تلعب طويلة. 25 فينال، 14 مرة ربح الأهلي، 11 مرة ربح الزمالك. اللي مركزين مع تعليقي سيقولون فرجاني 13 دقيقة لعب في الشوط الأول. هذا الفرجاني الساسي حط الكرة عن طريق عيد، يمشي أحمد عيد، يرجع بالكرة. تاريخيا النادي الأهلي على 12 فينال خسر كان 4، خسر مع شانتي كوتوكو والنجم الساحلي والترجي التونسي والوداد الرياضي. أما نادي الزمالك فمن 7 فاينلز خسر كان مرتين من الترجي الرياضي التونسي 94 وما ميلودي سان داونز عام 2016، وكان بيتسو موتسيمان هو الكوتش. كرة طويلة عالية، حتى الكرة نادي الزمالك
اسلام جابر لطارق حامد، لم تنتهي بعد، البداية أهلاوية والعبرة بالخواتيم. ترجع الكرة عن طريق السيد زيزو، حط الكرة لعلاء، علاء يلعب الكرة فرجاني، فرجاني دارت مليح، حط الكرة للزمالك، 1-2 ضايعة. الاهلي يمشي الكونتر اتاك، يلعب الكرة عن طريق جاي. جاي سجل 4 أهداف ضد الزمالك، وهو ثاني هداف أجنبي في تاريخ الديربي القاهري. الهداف الأولاني هو فلافيو أمادو الأنغولي للنادي الأهلي، سجل 5 في مرمى الزمالك. يليه أجايي سجل 4. بالنسبة لمواجهات الديربي يبقى هو هداف القمة عبد الكريم الصقر، 19 جول، 10 بألوان الأهلي و9 بقميص الأبيض. هدافي النادي الأهلي هما ثنائي الأسطورة مختار التتش 13، ويقاسمه الأسطورة الأخرى محمد بودريكا، بينما هداف الزمالك في القمة هو عبد الكريم الصقر وعلاء الحامولي، 9 أهداف في النادي الأحمر. الشياطين الحمر تتقدم، تلعب الكرة عن طريق مروان حلوة على اليسار، لا يرجع طارق بكل ثبات، تتحط الكرة النادي الزمالك، يلعب الكرة زيزو، يتعدى يدخل زيزو وصل الكرة عن طريق شيكا، يلعب شيكا بالا، أول شوط على المرمى، شيكا 4 ساعة مع دقيقة 15 الزمالك ينسى ويتناسى هدف الأهلي، ويقول في قرارة النفوس لعبت 15 وما زالت 75، لعب جزء وما زالت أجزاء. الجزء القادم زملكاوي، يتقدم شيكابالا، أذكورة شيكا حلوة، مصطفى محمد، مصطفى خطيرة والتسديدة، والزمالك يقترب يا سادة، يلعب شمالا وجنوبا ويسدد من أجل التعادل وتكرار السيناريو، هدف سجله في برج العرب في 2017 في الإسكندرية على مرمى النادي الأهلي. ليس فقط 100 مليون معنيين بهذا الديربي، 400 مليون يتابعون، 400 مليون يشاهدون، 400 مليون يتابعون، وهناك من أخذ قميصه، وهناك من أخذ مجلسه ومقعده من المنتصر ومن المهزوم. تونس تقسم بين فرجاني وعلي، المغرب تركز مع الزمالك في وجود بن شرقي وهو نجم. الكرة تمشي مرة أخرى عن طريق الفرجاني ساسي، حتى الكرة زيزو يمشي زيزو حتى الكرة طارق حامد. الزمالك الآن يبدأ الفينال بالنسبة له، كرة من علاء، يمشي محمود علاء، حتى الكرة عن طريق الاتاك، يلعب بن شرقي تحط الكرة اسلام جابر لبن شرقي، يمشي بن شرقي، وكرة كانت قريبة على الشناوي. ثالث محاولة، ثالث وجود، ثالث تهديد. هذه الجزئيات دقيقة 15. الأهلي هل يذهب للمرة السادسة لمونديال؟ وهو الذي كان أول فريق إفريقي عربي يحقق البوديوم، المركز الثالث في 2006 في اليابان، وثنائية تريك على مرمى كلوب أمريكا المكسيكي. الزمالك الذي حرم وظلمته بطولة 2001 وهو البطل القارة، وإفلاس الشركة الراعية للبطولة ألغيت في تفاصيلها مونديال 2001 في البرنابيو بمدريد، حرم 19 سنة. اليوم الزمالك يريد أن يستعيد هذا الحق الأزلي بأن يتواجد في كأس العالم. الأهلي المتقدم، الأهلي البطل، الأهلي هو فوز وحيد كان بمناسبة المواجهة الأولى في جوهانسبورغ، والصاروخ أيمن منصور للزمالك، و3 مرات تعادلوا. 16 هدف للأهلي بهدف الليلة، و9 أجوال لنادي الزمالك. خطيرة الياجاي بعيدة في مأمن الحارس أبو جبل. تمشي كرة طويلة ملعوبة للنادي الأهلي، سيطر على وسط الميدان. الزمالك سيعاني كثيرا دفاعيا في ظل غياب الونش. النادي الاهلي لحد الان رغم غياب ديانج اليو في وسط الميدان المالي، فان وجود حمدي فتحي مع السوليه وافشه قدامهم لحد الان ماشي بشكل ممتاز. ابو جبل حط الكوره لعبد الغني، محمد عبد الغني يرجع لعلاء. لا تستغرب أن الزمالك قادر على الكرات الثابتة أن يرجع، وأحد أكثر القادرين على إعادة الفرقة البيضاء للفينال وهنا إلى مسرح النهائي هو علاء بالراس في كرة ركنية أو كرة مخالفة. فرجاني يلعب الكرة لمحمود علاء، كرة لشيكابالا،
في اخر وقت اختار باتشيكو شيكا على اونجم. الكره ترجع عن طريق مصطفى محمد، يمشي مصطفى محمد ولا اروع هذا المهاجم. هذا مهاجم ولا بلاش؟ هذا بونتا، اللي يقول عندي بونتا يعني عنده مصطفى محمد. ترجع الكره مره اخرى، كره ضايعه، يمشي بالكره جاي النيجيري مركز القادم من السي اس اس، وثنائي الصفاقسي معلول وفرجاني ترافق في 2013 لما انتصر الصفاقسي على مازامبي في كاس الكونفدرالية. اليوم يتنافسان، واحد يربح والثاني يخسر، والكرة تمشي والزمالك يحاول العودة. هاني رجع كرة بالراس، الزمالك يرجع للاتاك، تمشي كرة عن طريق اسلام، هذه على العرضية على القائم الثاني وركنية. قمة مكان في مدرجات يمين وشمال، بالراس يضرب كرة علاء ولكن ليست هي الموعودة يا محمود. الهدف بمشهد آخر، الهدف من زاوية أخرى. هنا سيذكر الديربي صيحات وصيحات، وهذه أحد أقوى الصيحات نهائي الشامبيونز وهدف السولية. ويبقى بالنسبة لي أشهر صيحة على تعبير عن هدف هي ماركو تارديلي في فينال المونديال 82. تارديلي، صيحة تارديلي. اليوم صيحة من؟ حاليا هي صيحة عمرو. أحمد عيد، فرجاني ساسي، خطأ وفاول بصافرة الجزائري الدولي من 2014 مصطفى غربال. أنصال وبنوزة من الأسماء الكبيرة في تاريخ التحكيم الجزائري. ترجع الكرة فرجاني يلعب كرة، يوصل كرة عن طريق مصطفى محمد، يلعب الكرة عن طريق وسط الميدان زيزو شيكا بالا، يخرج له اسلام، جرى كرة لعبها قطرية، حط الكرة عرضية والمطالبة بلمسة غير موجودة، والكرة موجودة للنادي الأهلي يعكس الهجمة، الأهلي في المساحات، هذا أفشة بستايل، يلعب الكرة عن طريق فتحي وصل كرة وهو حمدي، ولكن الكرة ضاعت على مروان. يتدخل الدفاع من عبد الغني المحمود، والكرة ترجع لنادي الزمالك عن طريق بن شرقي يمشي أشرف بن شرقي، زيزو على اليمين، زيزو حط الكرة لأحمد عيد، يلعب الكرة عيد أمام علي وجاي في التغطية. ترجع الكرة من النيجيري السوبر جرينجالس، كان لعب في ريو دي جانيرو في الأولمبيك جيمز مع نيجيريا 2016. على وسط الميدان النادي الأهلي، والكرة من اسلام الى تماس توش يمتلكها النادي الاهلي. ويا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، افتح المجلدات للديربي الاشهر في المنطقه العربيه ولا اقدم ولا اعرق. المفارقه الاولى انه الاربعه نهايات اللي تحسموا بركلات الترجيح كانوا كلهم في السوبر المصري. المفارقه الثانيه انه كل المباريات هذه الاربعه انتهت بدون اهداف. اخر 50 ديربي في ديربي اهلي الزمالك 10 مرات فقط 0-0. ترجع كرة شيكا بالا، يلعب يتقدم العرضية، وينو حط الكرة عن طريق الشناوي. النادي الاهلي 1-0 على الزمالك. 596 هدف هي عدد اهداف القمة. للاهلي نصيب من الاسود 344 جول مقابل 252 إيليه، وفرحة وبوس من جماهير الزمالك. ترجع الكرة للنادي الأبيض، الزمالك يتقدم، يمشي عيد، يهرب بالعيد ويجيب الركنية والتي بحث عنها، الركنية من معلول. ركنية الأهلي جابت الجول، ركنية الزمالك ماذا ستصفر؟ تصفر على الراسية من أجل الدفاع، يلعب الكرة فرجاني، خطيرة من زيزو يلعب كرة خطيرة والدفاع خرجت من محمد هاني. ترجع كرة لنادي الزمالك، محاولة والتسديد والركنية من جديد. ضغط زملكاوي يفتشون عن كرة ليتعادل الأبيض، خطيرة ملعوبة صعبة وعرضية، وكرة كانت خطيرة يا علاء. بن شرقي يبقى الأخطر. هذه الكرة لنادي الزمالك هذا الموسم الافريقي عنده من القوة في الشخصية، وعنده ما أبهرنا به جميعا. شخصيا أبهرني الزمالك في هذا الموسم الافريقي، فرقة متكاملة، فرقة حقيقة اكتسبت
وعادة أيام زمان بالأرقام وبالاستنتاجات. لما شاهدنا الماتش الأول للزمالك في إفريقيا ضد لو تو بويسون مازامبي وانتهت يومها 3-0 لمازامبي، ولا واحد في إفريقيا قال الزمالك سيذهب بعيدا في هذه البطولة. نقطة التحول مباراة السوبر أمام الترجي هنا في الدوحة لما انتصر الزمالك ب3-1 اتقلبت الصورة، صار فريق آخر، صار فريق عنده ثوابت وعنده الشخصية. شخصية اكتشفناها أمام الترجي مرة أخرى في الشامبيونز ليج في القاهرة 1-0 الترجي، يرجع الزمالك يربح 3، عودها في السيمي فاينل مع الرجاء، ربح في كازا، خاسر 1 في القاهرة. الرجاء عدل الارقام ولكن الفرجاني والرفقاء رجعوا ب3 على الكبير الرجاوي، وبالتالي هذا الفريق خاسر، ما تقولش خسر. شيكابالا يمشي، شيكا خطيرة، جول التعادل من شيكا. ماذا قلت لكم؟ شيكا مزيكا قولوا الحقيقة، شيكا يشعل الحريقة. مش ممكن ما هذا يا بالا، ما هذا يا شيكا، ما هذا يا شيكا بالا. الله على كرة تترس، الله على كرة تضرب، الله على كرة تلعب، الله على كرة تصبغ، الله على كرة تطبع، الله على كرة بكل الألوان. جول عالمي 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 يا شيكابالا. ألم أقل لكم من لحظات، ألم أقل لكم من دقائق، هذا الزمالك بقوة شخصية عدى الأول، عدى الثاني، عدى الثالث، إنه هدف مارادوني يا شيكابالا. 1-1 رجعت الأرقام، 1-1 رجعوا أهل الدار وكلهم أهل دار. 1 الأهلي بالراس، 1 الزمالك بالقناص. هنا اختيار باتشيكو ونجم يتركه لعكسيات ومرتدات الثاني، ولكن الآن يقحم شيكابالا. اللمسة، السحر، المهارة، الفنيات، كل واحد يمكن ينتظر من شيكابالا هكذا كرات. انقلبت الفرحة في معسكر أبيض، انقلبت إلى 100 عقبة، انقلبت الأفراح من أهلي متقدم للتاج التاسع إلى زملكاوي يعاد الأرقام من أجل ذكريات ماضي، ومن أجل زمن جميل، ومن أجل أيام زمان، ومن أجل حنين إلى ألقاب الشامبيونز. يا الأبيض، الأبيض الطري، الأبيض الحليوة، الأبيض الجميل، الأبيض العريق يرجع من جديد ويسجل التعادل. شيكا مزيكا يا بالا. امشي كرة شحات. ايو ديربي موعودين بذكريات 2006 2007 ل4-3 في نهائي كاس مصر. نعم نريدها هكذا يا الاهلي. خطيرة مروان والكرة في خطأ على علاء. خطأ الأهلي أنه بعد الهدف المبكر يعني رجع كثيرا للدفاع والماتش مازال طويل. الزمالك من دقيقة 15 دخل في الفينال، يمشي بالكرة عن طريق زيزو حتى الكرة الفرجاني، ساسي وعدل معلول يقول لعلي من تونس ساكون أنا الذهب وأنت الفضة، ومعلول يرد عبرتها بالخواتيم يا فرجاني. تمشي الكرة لساسي، ساسي يتقدم، ساسي أساس وسط الميدان، حتى الكرة الزمالك يلعب مرتاح، يلعب بكل ثقة البطل، يمشي واثقا ملكا هذا الزملكاوي. شيكا والجول، شيكا كجول، شيكا ريتي بوتيليه، جولاتو يا ابن شيكابالا. ترجع كرة النادي الأهلي وكرة الركنية لنادي الزمالك، يمشي شيكابالا عرضية بالراس، غربال يتدخل. ما رأيت في الغربال يا مصطفى غربال؟ زملكاوي وننتظر أي صورة، أي هدف من أجمل الأهداف في نهاية دوري الأبطال. حتى وين يسكن الشيطان وضرب الشيطان على راسه وقال له خذ أنا شيكابالا. 1-1 باشيكو على بيتسو. ترجع كرة بالراس،
ربع ساعة الأولى كانت للنادي الأهلي، من دقيقة 15 الزمالك كردة فعل بغاية وبغية التعادل. تلعب كرة طويلة، مصطفى محمد متفوق بدنيا، مصطفى محمد في الصراع مع الستة في الفريق الأهلاوي، يتم اختياره على الخبرة رامي ربيعة. لكن في اخر 5 سنين من 2015 لعبوا 6، الاهلي فاز في 2 والاهلي ربح، الزمالك ربح 4 فاينلز. يعني اخر السنوات النهائيات للنادي الزمالك، رغم انه معظم المواجهات هي للاهلي. يمشي بالكره عليه حتى الكره وضاعت من معلول، فماشي انطلاقات الاطراف للنادي الاهلي، هاني على اليمين ولا معلول كعاداته على اليسار. الزمالك يضغط وشيكابالا، علي معلول يفك كره، تمشي بالكره قفشه والزمالك جرين توزو يا حامد، جرينتا يا حامد. تلعب الكرة عن طريق طارق حامد فرجاني، يتقدم ساسي، الولد ساسي يتقدم، ساسي حتى الكرة في اليسار، يلعب الكرة عن طريق اسلام، وصل جابر وخطى على حسين الشحات. اول نهاية عربي في دوري الابطال من بلد واحدة، اليوم هي الأولى في دوري أبطال أفريقيا. الكرة بالانطلاق، يمشي طارق حامد، حضاري العكسية، ردي بالك رد حامد، والكرة تصد. محمد الشناوي 38 دقيقة لعب في الشوط الأول، 1-1. ترجع الكرة مصطفى محمد ملم لاعبي. هذا نتصور انا هذا الموسم الاخير او الموسم القادم ماكسيموم يمشي لاوروبا، مهاجم بمواصفات عالميه مصطفى محمد. الزمالك اللي جاب مهاجمين كبار راس حربة، من ابرزهم طبعا هناك ميدو في العشريات الاخيره، هناك ايضا عبد الحليم علي العندليب، هناك حمزه جمال، والاهلي يقابله بالاشهر بيبو، السوبر هاتريك الرباعيه في الستة. الاهلي ربح 5-0 و6-1، والزمالك ربح مرتين 6-0. هنا النتائج الاعرض في دربيات القاهره، دربيات مصر، اقصد دربي العرب. الكره والاروع، يمشي الاهلي، يرجع الاحمر، يذكر الهجوم، ابشا ما يعديش، فرجاني يغطي، وشيكا يتقدم بحراره وروح الهدف. يلعب شيكا حتى الكره للفر، يمشي بالكره جاني، حتى الكره عن طريق اشرف، يمشي بن شرقي في اليسار، هذا اسلام، يلعب اسلام جابر، العب يا اهلي، ويردون العب يا زمالك. مباراة القرن، فاينل القرن، فينال القرن، يصل لخواتيم شوطه الاول على تعادل، الثاني لمن؟ الاحمر يخترق، يمشي الحمراء، تمشي الكتيبه الحمراء في الكونتراتاك، يلعب الراس عمرو السوليه، ابشا اجاي وعمرو، والكره ضاعت من مروان محسن، وسط الميدان للزمالك يسيطر الان. ترجع الكره عن طريق زيزو حتى الكره شيكا، يلعب شيكابالا. هذا هم الملاعبيه اللي ما عادش منهم. شيكابالا، الزمالك الذي اشتهر تاريخيا على انه فريق الهندسه والفن، خطيره والكره خطيره، والحكم يقول العب، التاكل صحيح، والسلامات يا الاهلي، السلامات كانت صعبه جدا. الكره زيزو يحتج على غربال، مصطفى يقول له العب. هنا الكره، وهنا هل هناك خطا ام لا من حمدي فتحي؟ ثابت البطل وإكرامي في الحراسة. الزمالك بعد عامين حقق البطولة الغالية 84 لما فاز في الفاينل ذهاب وإياب على الشوتينج ستارز، وفاروق جعفر وشحاتة كانوا من النجوم. كان ايضا من نجوم نادي الزمالك طبعا جمال عبد الحميد. الكرة ترجع، يمشي حامد لزيزو او بن شرقي يرجع بن شرقي. الزمالك كان من اكبر الاسماء الاجنبيه اللي لعبت طبعا هو ايمانويل امونيكي الهداف النيجيري، كان من نجوم نادي الزمالك. النادي الاهلي يمكن نجحة الجاليه الانغوليه من خلال جيلبرتو وفلافيو، ولكن بعدها علي معلول نجح
واعطاء يعني هو الفرجاني في الزمالك قيمه كبيره. الكره التونسيه في الدوري المصري للحد ان وصلوا 12 13 لليوم بانتدابات الانديه المصريه للاعبين التوانسه. ترجع الكره قصه نجاح معلول والفرجاني، والكره في الانطلاق عن طريق الفنان، يمشي المايسترو ضامن المتعه في عالم الديربي، يرجع علي أفشة حط الكره، تمشي الكره للنادي الاهلي يلعب على مروان، العب لمسه يا مروان، بدل الكره مروان محسن، يرجع أفشة ومجدي وصل الميدان على اليمين، فما ضغط فما بريسينج، فما ضغط قوي جدا من وسط ميدان نادي الزمالك. طبيعي جدا لما يكون عندك ثنائي في الوسط طارق حامد ومعاه الفرجاني الساسي يصعب جدا الاختراق. اليو ديانج من الان اقولها على مسؤوليتي، غياب المالي اليو ديانج مؤثر جدا. ترجع الكرة عن طريق عمرو السولية، عمرو يخسرها الشحات يخسر كرة، والكرة تمشي طويلة وبعيدة إلى تماس للأهلاوي. يلعب النادي الأهلي عن طريق حمدي فتحي، حط الكرة أفشة يلعب الكرة، أيمن أشرف حط الكرة عن طريق علي معلول، يمشي عليه يلعب الكرة جاي يرجع للوسط في الدفاع أيمن أشرف، هذا طبعا ياسر إبراهيم، ياسر في اليمين يمشي هاني محمد، ياسر ترجع الكرة عمرو السولية، حط الكرة أهلاوية لأيمن أشرف، معلول مطالب بإيجاد الحلول في الناحية الهجومية، يلعب الكرة جاي النيجيري كاسونغو موجود في دكة البدلاء للزمالك. إرادة المباراة المواجهة الإمكانيات متقاربة جدا. هل ينجح نادي الزمالك 18 سنة في تحقيق كأس الأبطال بعد غياب، أم ينجح النادي الأهلي بعد 7 سنين في العودة إلى رقم 1 في القارة السمراء؟ ركنية أم تماس؟ نعم، هي كرة ستعود لنادي الزمالك، كرة للزمالك من تماس. آخر دقيقة في الشوط الأول، نتيجة عادلة في الشوط الأول، الأهلي له البداية والزمالك له ختام الشوط. الكرة تمشي مرة أخرى عن طريق الفرجاني، يلعب فرجاني والدفاع، الأهلي متفطن، الأهلي كونتر اتاك، يلعب بالمرتدات، واحدة الآن الانطلاق، وفي خطأ من فرجاني واضح، خطأ على فرجاني الساسي، والكرة ستعود لنادي الزمالك. والنادي الأهلي قلت هذا النهائي رقم 27، نذكر أنه الأهلي 14 انتصار في النهايات، 10 في كأس مصر و4 في السوبر. الزمالك 11 فينال، 8 في الكأس و3 في السوبر. يرجع بالكرة عمرو السولية، حط الكرة والشوط الأول خلص، والكرة تتخلص من حمدي، يلعب الكرة فتحي، آخر دقيقة، هل تكون الخاتمة مثل البداية؟ حلوة للأهلي، لا، الدفاع موجود، التغطية موجودة، الزمالك أفضل في هذه الدقائق بهذه الأوقات، نعم بالفعل هي أحلى الأوقات الآن. ترجع الكرة لنادي الزمالك، الانطلاق عن طريق إسلام، يلعب الكرة إسلام جابر، إسلام خلاص الشوط الأول رضي الخصمان، الشوط الأول تعادل، هدف في كل شبكة. الكرة الثابتة، خدمة مدرب في التدريبات صنعت الفارق للأهلي، ثم المهارة الفردية، مهارة الطبيعة، المهارة الغريزية للفنان شيكابالا، من لا شيء يصنع جول التعادل. يتقدم النادي الأهلي عن طريق حمدي، يمشي حمودي، يلعب الكرة حلوة للنادي الأهلي، إمكانية الثانية الأهلاوي، خطيرة والانطلاق، المراوغة والشحات، هي خطيرة، العب يا شحات، التوزيع، وين الراس، خطيرة، وأبو جبل يوقف كرة الهدف الثاني من حمدي فتحي، ويخلص الشوط الأول رسميا على نتيجة التعادل، نتيجة عادلة، لا غالب ولا مغلوب. آخر أهداف القارية، الأهلي يريد بعد 7 أعوام، والزمالك يبغي بعد 18 سنة، فلمن ستحنين أيتها الكاس الغالية؟ لمن ستميلين؟ لمن سيخطف قلبك؟ لمن سيدق قلبك؟ هناك في 100 عقبة أم هناك للأهلي في مدينة نصر؟ تمشي الكرة وترجع الصورة
الكرة يلعب النادي الاهلي لحراسة المرمى الشناوي، هاني محمد معلول، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف وعمر السولية، هو فتحي ومجدي افشة، شحات والاخر جونيور ومروان امامك في الصورة يكمل تشكيل النادي الاهلي لحلم التاسعة. الزمالك يقابل ويقارع بابو جبل، بالعيد، باسلام جابر، بعبد الغني، بمحمود علاء، بطارق حامد والفرجاني، بالسيد زيزو واشرف بن شرقي، بشيكا بالا ومصطفى البولدوزر محمد مصطفى. ترجع الكرة عن طريق اسلام، حكم المباراة الجزائري المتألق مصطفى غربال، يا رب، ويغطي الدفاع عن طريق ياسر ابراهيم امام البولدوزر مصطفى محمد. درش اخطر عناصر الهجوم للنادي الزملكاوي النادي الابيض. مصطفى محمد، فلتعلم أن داليدا غنت لك مصطفى يا مصطفى، بحبك يا مصطفى، مثلما يتغنى بها جماهير ملايين عاشقة للزمالك، ليس فحسب في مصر بل في الوطن الكبير. هنا في وطننا الأكبر يشاهدون المباراة، يتابعون المباراة، خاصة في كل المناطق، ولكن خاصة في الخليج وخاصة في الشرق الأوسط، سوريا، الأردن، فلسطين، عندهم ميلان للأهلي والزمالك، فبالتالي هم بنفس الإحساس مثل المصريين، على أعصابهم ينتظروا، يبقى على أعصابهم يستنوا في الفرج والفرح. يمشي بالكرة زيزو، يهرب زيزو، عرضية خطيرة على القائم الثاني، شيكا بالا جابها، شيكا وقف الكرة، يمشي يوقف كرة وما يتوقفش الحلم، خطيرة بالراس والركنية من هاني. الزمالك أفضل. ترجع الكرة من ضربة كورنر، الركنية للأبيض نادي الزمالك. تمشي كرة في الركنية عن طريق طارق حامد. هذه جمعية ولدت من رحم البطولة. بدايات الزمالك في البطولة ما كانش ممتاز، وما كانش يوحي أنه الزمالك ممكن يكون بطل القارة، ولكن واحدة واحدة، حبة حبة، مرحلة مرحلة، كبر الحلم وتحسن أداء الفريق الأبيض. الزمالك كبر في هذه البطولة، كبر مع الأيام، مع المباريات والأدوار. الخاسر ب3-0 من مازامبي في لومبومباتشي يصل اليوم ليقترب من التاج السادس في التاريخ. نعم، هو زمالك ولد من رحم البطولة. يذكرني ممكن في تجربة الترجي التونسي عام 2018 ما كانش مؤهل الترجي، جاء من الخلف، جاء من بعيد، جاء في وقت كل الترشيحات كانت تصب لمازيمبي للنادي الأهلي وقتها خاصة، ونادي الوداد باعتباره حامل اللقب. ترجع الكرة من علي معلول، يمشي بعليه، يتقدم النادي الاهلاوي عن طريق جونيور جاي، حط الكره مروان محسن، يرجع بالكره. مباراه يحضرها احد الانتدابات القادمه للاهلي، الرجاوي بدر بنون، خلاص هو الاهلاوي بدر. الكره تمشي عن طريق علي، اين مساهماتك يا علي؟ معلول يلعب الجونيور، جاي حط الكره لعمرو السوليه، عمرو المنتصف، كره في النصف، تتهيأ الكره افشه يرجع للسته، يلعب الكره ياسر ابراهيم، ياسر لهاني، هاني حط الكرة بطريق الخطأ، يلعب الكرة عن طريق مصطفى محمد، مصطفى يمشي، مصطفى يوصل، مصطفى والكرة تتهيأ في خطأ لنادي الزمالك. والزملكاوي رغبة كبيرة من نادي الزمالك، رغبة كبيرة من نادي الزمالك. الزمالك 14 نهائي تاريخي في كل البطولات، خطيرة، والهدف الثاني يضيع. مصطفى درش ضيع الهدف الثاني، وبرافو الشناوي، رائع انت الشناوي، كانت قريبة من البولدوزر من اجل ثاني الاداء في الزمالك. الزمالك سباق على الكرة، الأهلي الهدف المبكر ضره الحقيقة معنويا وتكتيكيا. الزمالك أفضل فنيا، والانطلاقة السريعة، رفاع بن شرقي أو زيزو، والكرة إلى كورنر. 5 دقائق نار، 5 دقائق في بداية مشوار الأهلي يقبل في اللعب يا بيتسو، وهو الذي كان تاريخيا وسيبقى دائما هو من يضغط على الخصوم. زمالك روح استثنائية لهذا الزمالك، بذكريات الشوتينج النجوم القاذفة، وبذكريات أفريكا سبور في 86، وبذكريات الأشانتي في 93، وبذكريات الرجاء وتامر عبد الحميد. يمشي كرة من زيزو،
قلت لك الزمالك من طارق حامد فرجاني زيزو بن شرقي شيكابالا محمد شيء يعمل الكيف. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق الزمالك، كرة من ركنية. الأهلي في فترة حرجة، الأهلي بفترة صعبة. الكرة تمشي من زيزو، المباراة متوقفة ولكن الحلم لا يتوقف. سلامتك من يا شناوي. الكرة ترجع على ركنية، ركنية للنادي الأبيض لنادي الزمالك. 6 دقائق لعب في الشوط الثاني. اللي سجل هدف الأسبقية باش ياخذ أسبقية معنوية. ترجع الكرة من زيزو، يمشي من زيزو، خطيرة بالراس، ترجع من الدفاع، خطيرة خطيرة، وكرة فيها لمسة يد، فيها لمسة يد على محمود علاء. أي رغبة أي روح. هنا الكرة وهنا يعتبرها الحكم لمسة يد على محمود علاء. ترجع الكرة من الشناوي. الدربي الأشهر في الشرق الأوسط لم يبح بأسراره. ترجع كرة طويلة، يلعب الكرة لمن عن طريق مروان محسن. مروان تحط الكرة مرة أخرى وسط الميدان والكرة ترجع. الثنائي حسن إبراهيم وحسام لعبوا في الفرقتين. الصقر كان من نجوم الديربي وهداف التاريخي عبد الكريم 19 جول لعب للفريقين. ترجع الكرة مرة أخرى، الانطلاق الهجومي، يلعب كرة طويلة. الآن من الجدد اللي لعبوا للزمالك ثم الأهلي أو العكس هو طبعا كهرباء الموجود مع الفريق الأحمر. يلعب الكرة طارق حامد، يمشي طارق ما شاء الله يا طارق يطرق الأبواب. الولد حامد يتاكي، كرة ملعوبة. الزمالك بذكريات الهندسة والفنون. الكرة ترجع في وسط الميدان، ديربي لحد الآن مجنون من الزمالك. بعد الربع ساعة الزمالك يتسلطن مثل ما كان أيام زمان. ترجع الكرة عن طريق الأربعة، يمشي علاء، محمود علاء تحط الكرة عن طريق اسلام جابر، يرجع للسولية، سولية لفتحي، يمشي حمدي يلعب يا حمدي حط الكرة، وصل حمدي والعرضية لم تمر. التماس لنادي الأهلي. عنده برشا حلول، عنده نجم خاصة بسرعاته، عنده برشا اوراق، عنده كاسونغو هنا، عنده كهرباء، عنده باجي، عنده جيراردو الانغولي لاعب السابق للبريميرو اغوستو. ترجع الكره لهاني، الاوراق موجوده، الخيل موجود، البنك موجود، فرائد البنك والزاد البشري متوفر. الان كل مدرب واوراقه. يمشي معلول في ورقه، حط الكره خطيره، عاود لعلي، علي والهدف الثاني. مش ممكن يا شحات، مش ممكن يا حسين، مش ممكن يا حسين. كورة ولا أروع، جاي معلول ملك الحلول. لما يطلع معلول يعطيك بطولة يا الأهلي. علي حط الكورة قال له فرحنا، والكورة على القائم. الزمالك يسيطر والأهلي يخطر. كورة مباراة، كورة فينال، كورة 2-1، كورة أبت الدخول، كورة تتعاطف مع أداء الزمالك. كورة مش ممكن، كورة روعة، مثلث النار. جاي معلول للشحات وحسين ضيع الكرة. يدخل اللاعب كاسونغولان، يدخل التغيير في تشكيلة المدرب جايمي باتشيكو في الانتظار. أي فرصة ضاعت، فرصة ستعود أم لا تعود؟ هنا السؤال بمربط الفرس. علي يقول له أعطيتك كرة بطولة، علي يقول له راني جبت لكم البطولة، راني قدمت ما في أدواري، راني قدمت ما في جهدي. الشحات يعتذر ولكن سوء حظ، السوء الطالع يمنع الأهلي من التقدم من جديد. علي في الكورنر جول على راس عمر، وفي الهدف الثاني اعطاه بالساق، قال له فرحنا يا رفيق. الصديق لم يلبي النداء، الشقيق لم يحقق الثاني الأكيد للأهلي. بالدرجة الثالثة، بالدرجة يمين، بالدرجة شمال. الجبار الأهلاوي كان قريب من الثاني يقترب من الركنية. الدفاع يصمد ويصبر، علي يرجع ويلعب، علي معلول، كورنر، نيو كورنر للأهلي.
الأهلي يا بيتسو يا موتسيمان، ليس ماميلودي سان داونز يلعب بالحذر والخوف والانتظار. الأهلي ينتظرونه ولا ينتظر، الأهلي يضغط ولا يضغط عليه. تلعب الكرة للأحمر، تمشي الكرة من الأهلي عن طريق ياسر إبراهيم، عمرو السولية، القطار يستنى في العربة للركوب. أي تسديدة يمشي عليه بذكية، والتسديدة جت والشحات عاودها والدفاع فسخها، والكرة للتماس يا الأهلي تماس. 10 دقائق هنا ردة الأهلي، أنت تلعب وأنا كدت أسجل. أي قايم القايم، لو كان رجل لنازلته، لو كان رجل لضربته، لو كان رجلا لاستعطفت هذا القايم في الثانية. شحات تمشي كرة ملعبة طويلة وفرصة للهدف الثاني. الأهلي يعود، اعلموها وافهموها، الأهلي أتاك والكرة ممتازة والدفاع يتصدم الشناوي. أي ديربي، أي فينال، أي نهائي، وأي دوري أبطال هذا الموسم. أفضل فرق القارة وصل للنهائي، والأداء المقدم في هذا النهائي يؤكد هذه الجدارة والأحقية. 1-2 تيكي تاكا، علي من أجايي، ثنائي السياساس السابق يعطي كرة لولد العين السابق العناوي أمام عينه، حتى الكرة ما فرحش عيون، تنتظر وتشاهد، تنظر وتناظر، تريد أن تصيح. أهلاوي، ماذا درت يا شحات، ماذا درت يا شحات. 1 أهلي 1 زمالك، مباراة بأتم معنى الكلمة، مباراة قمة، مباراة رجال، مباراة تاريخ، مباراة أسماء. هنا في ملعبك يا استاد القاهرة أبدعت أسماء وأبدعت أجيال. هنا سجلت أهداف وبكت ناس وفرحت ناس، هنا سجلت كؤوس وضاعت كؤوس، هنا تحققت ألقاب وبطولات وضاعت أخرى. هنا لعب الأهلي والزمالك لسنوات وسنوات. الديربي من 1917 في عام حسم حرب عالمية أولى، من عهد حرب عالمية أولى على مستوى جيوش، انطلقت منافسة ومواجهة وحرب كروية على مستوى كرة. بيتسو موتسيماني، لا تركن إلى الخلف، لأنك بالتونسي باش تاكلها باش تشربها، يعني الكاس باش تخسرها. هاجم مثل ما يهاجمونك فانت النادي الاهلي يا بيتسو. بينما هذا عمله بدا يظهر. البرتغال وما ادراك من المدرسه البرتغاليه. جوزي ملك افريقيا 4 مرات، لما كان جيل الاهلي الذهبي كان يبدا الدور 16 ودور التمهيدي، والحكايه في الخواتيم معروفه، سيصعد في نوفمبر لترفع الكاس للاهلي. اهلي بوتريكا، اهلي بركات، اهلي العمده متعب، اهلي اسلام الشاطر والنحاس، اهلي فلافيو وجيلبرتو، اهلي مانويل جوزي. اهلي لم يكن يضيع وقته في البطولات. تلك السنوات صبغت بلون احمر وطبعت بعنوان انا الاقوى، انا الاهلي، فمن تكونين يا قاره السمر. ترجع الكره مره اخرى عن طريق طارق حامد، خطا مش موجود، يلعب على محمود، الكره ترجع من محمود علاء، حط الكره لطارق، طارق يلعب للفرجاني. من سيسجل هدف هو الاغلى في الديربي، من سيسجل اغلى هدف في تاريخ الديربي. لا تقول لي كاس السلطان حسين، ولا تقول لي دوري منطقة القاهرة، ولا تحكي لي على الجيزة ولا فيوم. هنا في مباراة نهائي الشامبيونز ليج لا تعادلها مباراة، لا صاروخ منصور ولا هدف شحات والخطيب. هنا كورة بهدف وهدف ببطولة هي الأغلى في تاريخ الناديين. الأهلي 138 بطولة والزمالك 72 بطولة، ولا تساوي شيء امام هذه.
أنا أعرف الدربي وقيمة الدربي وأعيش الدربي وأموت من دربي وأحيا في دربي، فأعرف أي قيمة لهذا الدربي الإفريقي. هذا دربي ستتداوله الجماهير جيل من بعد جيل، الولد ومن ثم الحفيد. تمشي كرة في جديد الأهلي، يتقدم الأحمر عن طريق المنتصف، تلعب كرة أهلاوية، يلعب الكرة إذا معلول يمشي قدام، الأهلي سيسجل وسيجد الحلول. هنا لا أتكلم بتونستي، هنا أتكلم بكرة، هنا أتحدث عن حلول من الجهة اليسرى. أعلي هداف الفريق 3 أهداف، وانا الحقيقة كلمة تقال، الأهلي من سنوات مشكله الرئيسي في بطولات افريقيا هو غياب هذا البونتا، غياب هذا الهداف، غياب مع الاحترام لمروان، ولكن الهداف الذي يسجل اجوال، الذي يصنع اهداف، الذي ينبش في الاهداف، الذي يخطف اهداف، الذي يسجل من الفراغ، الهداف مثل خالد بيبو في اخر الاجيال الاهلاويه. هنا الكرة وهنا الإصابة، وهنا السلامات يا اسلام يا جابر، هنا السلامات يا اسلام يا جابر. هنا الكرة والصدة وهنا الضربة. ترجع الكرة في تعادل. البداية زملكاوية ولكن ردة فعل أهلاوية في هذا الشوط الثاني. السيناريو الذي تغيرت فيه الحسابات والمعطيات عن الفترة الأولى، لو تذكرون وطبعا ستذكرون، الأهلي كان بادي والزمالك انهاها بأقوى صورة. الشوط الثاني الزمالك هو البادي وقال يا هادي، ولكن الأهلي رجع ورد الفعل مرة واثنين وثلاثة. إذا الآن هي دقائق بالمصري نعوشة للنادي الأهلي، حتى احنا في تونس نقولها نعوشة أهلاوية. غادر شيكابالا ودخل كاسونغو، يرجع اسلام ليقاتل في النهاية، يلعب مرة كما هي الحياة نحياها مرة يا جابر. 17 دقيقة لعب في الشوط الثاني. تمشي كرة للنادي الأهلي، تلعب الكرة مرة أخرى وسط الميدان، العب ورقك من سيسجل هدف البطولة. إن كتب لنا أن نعلق وأن نشاهد وأن نصيح في هدف بطولة، من سيسجل؟ مصطفى محمد، بن شرقي، زيزو لنادي الزمالك. القادمون من الخلف هنا فرجاني. النادي الأهلي الشحات، نعم الشحات، جونيور، والقادمون من الخلف وهنا ضع أفشة. هذه أوراقي. ترجع الكرة كاسونغو، كرة مقطوعة، لا الدفاع بروح إصرار. العيد ويثوب عدت يا عيد، من سيبات سعيد ومن سينام بعد ساعة من الآن. هذه الدربيات لما أخسرها لا أخرج من بيتي أسبوع. اسألوا الجمهور سيجيبونك عن مرارة الدربي في الخسارة وعن متعة الفوز بالدربي عند الانتصار. ترجع الكرة، من سيخفي وجهه ومن سيكون وجهه مكشوف؟ أنا البطل يا أفريقيا. تمشي كرة ملعوبة طويلة، تلعب كرة في التماس لنادي الزمالك. الآن دخلنا في الحسابات، طبيعي جدا. 63 دقيقة، الغلطة بهدف والهدف باي باي، اديوس الكامبيون. فبالتالي المدربين الاثنين من حقهم يحسبوا شوية. الآن هي مباراة الخطف، هي مباراة الهجامة، هي مباراة اخطف واهرب، هي مباراة الثاني وبطولة، هي بطولة لإفريقيا ومونديال ينتظر في فبراير. ترجع كرة عن طريق أيمن أشرف، أيمن لعلي، وعلي حط الكرة جاي يرجع الكرة نادي الزمالك. طارق حامد، ما شاء الله عليه طارق، ما شاء الله عليه طارق، أقوى وسط ميدان شفته في مصر في العشر 15 سنوات الأخيرة، على المستوى القتالي وعلى مستوى التمركز، على المستوى التكتيكي. فرجاني يمشي كرة طويلة عن طريق علاء تحط الكرة لمن؟ يلعب مصطفى محمد،
مصطفى محمد والكرة ترجع عمرو السولية. السولية حط الكرة للشحات. الشحات يلعب الكرة والدفاع. تأثر الشحات بالهدف الضايع والكرة ترجع من بن شرقي. بن شرقي يلعب للزمالك. الزمالك عن طريق العيد. العيد يتقدم. العيد يتقدم والكرة تمشي وبرافو. تاكليك في امتياز يا أيمن أشرف. يعود أيمن أشرف. أيمن أشرف والكرة جاي. مساحات للنادي الأهلي. العنيد الأهلاوي بكرة عن طريق المنتصف مقطوعة من فرجاني. فرجاني كاسونغو حاط الكرة. يمشي الكرة لنادي الزمالك. مصطفى محمد يمشي. مصطفى بين اثنين. عدى الثالث يطلب واحد اثنين. يرجع يتمركز في العمق. تمشي كرة تسديدة. الله على قايم. الله على قايم. الله يا زيزو. الله يا زيزو. الله كرة ولا أروع من سيد زيزو حتى غربال قال هذه كرات الفرقاني. هذه كرات متجر. هذه من عهد بلومي. اضرب يا زيزو. مش ممكن على قائم. كسر العارضة. كسر الأفقية. كسر الحديدة. ما حدش أحسن من حد. انت شحات على القائم وضعتها برعونة. أنا أسددها بإبداع. أنت سوء حظ وأنا كرة عناد. على كرة بطولة يا زيزو. على كرة اللقب يا زمالك. العب يا زمالك. كرة ممتازة ممتازة ممتازة. جاي يغادر للإصابة بعد مجهود. هل يدخل جيرالدو أم يدخل بادجي تيرانجا دي السنغال؟ أي تسديدة. أوب أفشة بالفرجاني عداها. الكرة ترجع على خطأ. الكرة ترجع على وسط ميدان ولكن ارجع يا مخرج لكرة من الزمن الجميل. غدارة كرة زيزو. غدارة كرة على القائم الأيمن يا شناوي. خافت قلوب وارتفعت قلوب ولكن في الأخير ما زلنا لا غالب ولا مغلوب. قلت لكم جيرالدو أم بادجي هو يخير من الجناح بنفس الخطة. يبقى بيتسو موتسيمان. يدخل جيرالدو دي أنغولا. بديل لآجايي. هذا هو اللي ما يعرفوش إيرمانجيلو دا كوستا. وهو في الأخير جيرالدو. هذا هو جيرالدو ولد بريميرو دي أغوست. ثقوا فيه. الآن جيرالدو. الدفاع ممتاز. ما حسيناش الحقيقة غياب الونش. أنا كنت قلت أن الزمالك ممكن سيتأثر بغياب الونش على المستوى الدفاعي. هل لأن الزمالك منظم وباهي أم لأنه الأهلي ما هاجمش كما عاداته في الديربي؟ لا أدري ولكن ما هو مؤكد أنه الشيء تكتيكي يقرأ وأقرأه معكم. الزمالك لم يتأثر بغياب الونش بينما الأهلي خسر معركة الوسط في غياب ديانج. أرى فرجاني يمشي ساسي. حط الكرة عن طريق الخطأ. ذكي برشا زيزو. ركب خطأ بلغة كرة السلة لعلي معلول. ركب له الفاول. حط بدنه قدامه بس أقل كونتاكت يربح الخطأ. ذكي جدا. زيزو. خطأ موجود وكرة ثابتة. والكرة الثابتة عنوان بطولة. 68 دقيقة. حانت ودقت ساعة المكسب للزمالك أم للأهلي؟ هنا السؤال. هنا كرة زملكاوية. هنا كالعادة أحمد السيد زيزو لاعب موهوب بالفترة والكرة تمشي بالراس خطيرة فرجاني بالراس. الزمالك أكثر محاولات ولكن الأهلي من كرة يبقى قادر. الأهلي يلعب اليوم لأنه الأهلي يلعب باسمه. اللون الأحمر يخليه في المنافسة. اللون الأحمر يخليه بإمكانه أن يكون البطل رغم أنه في 70 دقيقة الزمالك أفضل ولو نسبيا بوضوح عند البعض. خليني نقول أنا بنسبيا. ترجع كرة طارق حامد. الاستحواذ يواصل فيها التألق النادي الأبيض.
كرة عن طريق الاتاك، يلعب الكرة اسلام، لاباس سلامات يا جابر، يرجع اسلام. هي مباراة ليست فقط في ملعب كرة القدم، هي مباراة بين فناني مصر سينمائيها ومسرحيها وفي التلفزيون، هي مباراة بين فنانيها ومغنيها، هي مباراة المطربين والمطربات، هي مباراة الممثلين والممثلات، هي مباراة السياسيين ورجال الأعمال، هي مباراة الشعب الكادح المنتظر لفرحة والمنتظر لأهلي يرفع راسه بالتاسعة أم زملكاوي بالنجمة السادسة. هي مصر الآن تنتظر الفرح، ولكن في جانب نصف ثاني سيعيش الألم. هكذا كرة القدم، ولو أنه في الأخير نقول جملة أنه في الأخير ستنتصر الكرة المصرية. اللقب ال15 في الشامبيونز ليج، هذا حطوها حلقة في أذانكم، في الأخير انتصرت مصر بهذه البطولة ال15. الأولى اسماعيلاوية للدراويش 9 للأهلي، 5 زمالك أم 8 أهلي 6 زمالك. تمشي كرة للنادي الأهلي، يلعب الكرة الأهلاوي أيمن أشرف. مباراة السوبر ستكون في بدايات ديسمبر، تقريبا بعد أسبوعين من الآن ستكون مصرية مغربية. بيراميدز خسر فاينل الكونفدرالية، البراكنة، نهضة بركان، الأسد المغربي القادم بقوة يحقق الكونفدرالية ويلعب السوبر، فيتحدى قاهري مصري لكن بلون أبيض بأحمر. السؤال والإجابة قادمة لا محالة. الليلة تفصل، الليلة تحسم. ترجع الكرة عن طريق الخمسة محمد عبد الغني يلعب الكرة عن طريق علاء وسط الميدان، تحط الكرة والأهلي يطلع البلوك، يرجع بالكرة ويضغط مروان، تمشي كرة طويلة ياخذها عمرو السولية كما جات الكرة من مروان، عود له يا مروان محسن، والكرة للنادي الأهلي. كرة للنادي الأهلي. اليوم لا ماضي يذكر ولا حاضر يحكى، اليوم فقط هو مستقبل سيروى. نوفمبر 2020 هو عبور بالكرة المصرية لنهائي الحلم ولنهائي سمي بنهائي القرن. ترجع كرة حلوة لو هاني وين هذه وين عرضية، وينك يا فتحي وينك يا فتحي، هذه كراتك يا أحمد. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق نادي الزمالك، الهربة إسلام يلعب الكرة وبعيدة لبن شرقي، يرجع أيمن أشرف كونتر اتاك، حط الكرة مروان، ما ضيعش الكرة ما ضيعش يا هاني، خطيرة مروان، اللعبة من جيرالدو والدفاع سلامات. النادي الأهلي كان قريب والأهلي يقترب ويخترق. الكرة ترجع لنادي الزمالك، تلعب الكرة عن طريق الاتاك، يلعب الكرة ممتازة جدا، ملعوبة فنيا، روح الإصرار، روح الفانيلا البيضاء الآن. الكرة شوف الزمالك يا زمالك، أي زيزو وأي بن شرقي وأي مصطفى محمد، أي فريق على الصعيد الهجومي. الانذار لعمر السولية، عمر مسك، عمر شد، عمر يضرب، عمر يوقف، ولكن زايد زيزو كالقطار ما شاء الله ماشي، كالقطر كما يقول الأشقاء، يتقدم نحو هدفه الثاني. كرة من زيزو والزمالك في مخالفة، فاول في كرة السورية في الورقة الصفراء. الماتش ما زال طويل، الكرة ترجع. هذه مباراة انطلقت عند الساعة 9 بتوقيت مصر. البطل قد يعرف قبيل نصف الليل، منتصف الليل بشوية، يمكن اكسترا تايم، يمكن ركلات. في الانتظار هي كرة بالراس، هي ترجع ودفاع. فرجاني حط الكرة، ينطلق الهجوم، يلعب نادي الزمالك مرة أخرى العرضية الطويلة، يلعب لمصطفى، كرة ترجع الدفاع ومحمود علاء يلعب الكرة عيد وسط الميدان، والكرة عن طريق جيرالدو للتماس. 73 دقيقة. أتخيل الجمهور عايش معايا، الجمهور في كياني، نتصور العرق الآن. إذا أنا عارق من الجمهور على أعصابه، التوتر
في أعلى درجات الانتظار، فترة الانتظار، فترة التأمل، خطيرة والهربة وخطيرة، والحكم يقول ما فما شيء. الزمالك يحتج في مطالبة بركلة جزاء. الفار 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 في المشوار، الفار 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 يا أهل الدار. كورة 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 كانت خطيرة والدفاع يثبت، والخطأ بقرار غربال. يقول مهاجم الزمالك هو اللي عمل الخطأ. سنتأكد يا بن شرقي. الأدوات متوفرة، القناة موجودة، التلفزة موجودة، الكاميرا موجودة، الشاهد موجود. هي غرفة الفار ولكن الشاهد ما شاف ولا حاجة، لأنه بالفعل لم تكن ضربة جزاء يا زمالك. هنا الكرة وهنا، والخطأ لأيمن أشرف. الخطأ في البداية لأيمن أشرف. ترجع الكرة بالراس، أفشة يمشي أفشة، حط الكرة الربع ساعة الأخير، الرمق الأخير، الربع ساعة شد صحيح، الربع ساعة من غير أخطاء. وأمامك الأرقام 12-6 لنادي الزمالك، المحاولات 5-4، مجموع الكرات على المرمى، كورة وكورة في الشبكة وكورة على القائم. الركنيات 6-3 للزمالك، والبوسيشن أيضا للأبيض. ترجع الكرة عن طريق 8 حمدي فتحي. حمدي يلعب الكرة جيرالدو تلعب الكرة 1-2، يغطي مع علاء، يهرب القطار، يهرب الأنجولي. هيا مروان، استعمل يا مروان. لا نتكلم، 3 نقاط، حلل وناقش. ما هكذا تركن كرة الفاينل يا مروان، لأني لا أقدر على السكوت، لأني معلق، ولأني لابد أن أتكلم وأعلق على ما أشاهده. ما هكذا تدار الأمور يا مروان. هذه لو كانت عند الوليد مصطفى محمد ممكن كان شكل ثاني. هنا رأيكم، هنا هذه ستثير كثير من الحبر. الهلاوي يقول لك في السليم، والزملكاوي يقول أين الفار؟ بين هذا وذاك هي لقطة مرت ولقطات ستمر. في نهاية سيذهب. أين ذهب أنت يا غربال؟ أين ذهب يا غربال؟ يذهب لحارس نادي الزمالك أبو جبل أيضا في نوع من الذكاء، وفي نوع من الخبث الكروي، وفي نوع من الفتنة. الآن هو يحاول يوقف اللعبة باش يعطي فرصة لجماعة الفار عودة تفرجوا مرة واثنين وثلاثة وخمسين. قالوا جينا للجزائر، جينا الوهران الباهية، جينا لستيف العالية، جينا لتندوف وباقي، والصحراء الباهية. نعم، على لغة درياسة وأغنية درياسة وجولة رابح درياسة في الجزائر. هذه الكرة أمامك، هذه الكرة الاثنين مدوا يديهم، الاثنين حطوا يديهم برا. شوف الفار، عاود شوف لا شافك العالم الكل يا ولدي، شافك الناس كل يا ابو جبل. ابو جبل يعني كانه كلمة في السر يا غربال. برا شوف الفار. بيتسو لم يخسر للآن. هذه مباراة عمرك، واضح انه الراجل مضغوط، يريد ان يدخل التاريخ. هذا البرتغالي ذئب من ذئاب البرتغال، من ارتور جورج، وكان مدربه في بورتو جوزي مورينيو. بواش. القائمة تطول للأسماء البرتغالية التي صنعت التاريخ في الكرة. والبرتغال ايش عندها في الأخير؟ لا عندها ثروات، ولا عندها الحقيقة جوائز نوبل، ولا عندها سينما، ولا عندها سياحة كبيرة. البرتغال الرحالة في القرن 16، ماجلان وباقي الرحالة المستكشفين، وعندها رونالدو، وعندها فيجو، وعندها ارتور جورج، وعندها سبيشال وان، وعندها ديوغو، وعندها روي كوستا، وعندها جورداو، وعندها ماغاليش، وعندها ايضا باتشيكو وفينجادا. البرتغال قدمت نفسها للعالم على أنها مستكشفته في القرون الوسطى، وعلى أنها ممتعته بالفوتبول في القرن العشرين والواحد والعشرين. 78 79 هي ناس استثمرت في الرياضة. الكرة ترجع من علاء، يمشي محمود. الآن الحذر، الخوف، كل الخوف، كل فريق
الطبيعي الآن أنه يمسك شوية. الأهلي قادر والزمالك يقدر. بين القدرة والفعل الآن نتبين الصورة، والكلام أقدام وليس لغة لسان. خطأ للنادي الأهلي. الكرة الثابتة، كل كرة ثابتة بينالتي، الكرة الثابتة اعتبروها ضربة جزاء. كل كرة في هذا المكان هي قنبلة موقوتة يا حامد. الخطأ موجود والقرار سليم. على فكرة توب الحكم الجزائري مصطفى غربال، أول عربي من سنين، لأنه نهائي الشامبيونز ليج سيطروا عليه يعني تيسيما، وسيطر عليه فيكتور غوميز، وسيطر عليه خاصة بكري قاسما. بكري قاسما عمل عقد مع الكاف 6-7 سنين. بكري هو حكم الفاينل. الآن عندنا حكام عرب صاعدين الحقيقة، ومنهم مصطفى غربال اللي نعتبره ممكن الآن الأميز على الصعيد العربي والقاري، وبالتالي خذا فرصته. عمل ديربي الافريقي والفتح الرباطي، عمل ديربيات كبيره. التسديده يا الله يا الله كم كانت قريبة، يا الله يا أفشة، وأنا حطيتك من المنتصرين من المسجلين في ورقتي في وسط الشوط الثاني يا أفشة. أي كورة يا مجدي، أي كورة يا مجدي، أي كورة يا أبو الأمجاد. كورة كادت تسجل مجد، كادت تكتب تاريخ، والأهلي كاتبه لسنين وسنوات، مر من قريب يا أبو جبل. فرصة كبيرة للهدف الثاني. الأهلي يقترب، الأهلي يقترب. ترجع الكرة تحت الريتم طبيعي جدا، تمشي بالكرة عن طريق وسط الميدان، يلعب فرجاني، فرجاني والكرة لطارق، طارق في كل مكان، يلعب النحلة، تتحط الكرة أهلاوية، يلعب لنجم المباراة زيزو، يلعب الكرة زيزو، حط الكرة فرجاني، فرجاني. لا أدري إن كان التغيير موافقين عليه الزملكاوية ولا، يعني لماذا لما غادر على الاقل شيكابالا ما عندوش في ساقيه يلعب 90 دقيقه. يعني الاختيار ندخله نجم، ونجم فنان وسريع ويمشي واحد على واحد وما يخافش. هذا كاسونجو، رقدها هذا كاسونجو، هذا كاسونجو النوم في العسل على فيلم الزعيم. ترجع ومن يكون الزعيم في ليله الزعماء. ترجع الكره من تماس يا هاني، هاني تبات متهني ولا لا؟ سنرى الاجابه. الكأس، الكأس، كأس افريقيا 2.5 مليون دولار، حكايه فارغه. الأهلي جايب 4 مليون دولار بباتشي. لا نظر اليوم لدولارات الكاف ولا نظر لدربي القاهرة. اليوم هي دوري الأبطال، هي أنا البطل أمامك يا جار. تمشي كرة ملعبة طويلة وضربة راس قتالية فدائية من الجانبين، هو التماس لنادي الزمالك. يلعب الكرة بالعيد، أحمد عيد، أحمد عيد. النادي الأهلي الذي تاريخيا انتصر على كبار أوروبا والعالم. الأهلي الذي هزم بايرن في التوب في السبعينات، الذي تعادل مع منشنجلادباخ في ليلة خالدة في القاهرة. الانتصار على روما، الانتصار التاريخي على الريال مدريد في 2001. هذا هو الأهلي يقدم على أنه عالمي وليس قاري. الكرة تمشي من ركنية، زيزو والضربة الراسية والدفاع بشراسة. مروان ممتاز دفاعيا. ترجع الكرة لمن؟ الصراع، صراع الرجال. كرة ترجع من أشرف، خطأ من أيمن، ضمة طويلة من ياسر إبراهيم. ياسر في التماس. أهداف قاتلة وما أكثرها في تاريخ دربي القاهرة. قاهرة المعز تنتظر وتنظر وتناظر هناك من قلعة محمد علي من يكون البطل ومن يكون الباشا يا مصر. ترجع الكرة طويلة، ترجع بالراس، يلعب كرة مروان، مروان تحط الكرة. الشحات خرج من المود وخرج من الماتش. الشحات طلع من الماتش تماما بعد الكرة المهدورة. هو يلعب والصورة تجي أمامه، ماذا أهدرت؟ ولو نخسر ستتحمل مسؤولية. نعم أجد لك كل العذر يا شحات. يمشي بالكرة هاني، هاني 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 ومروان والحارس. يرجع الحارس. الآن الحسم. أهلي زمالك، زمالك أهلي، الآن الحسم. تمشي كرة طويلة ملعوبة ودفاع. رائع أنت، روعة، رائع أنت يا أيمن أشرف. وكهرباء، كهرباء يدخل بعد لحظات ودقائق.
بدأت لعبة المدربين، بدأت تغييرات وحسابات المدربين الاثنين. أول لقب أفريقي في تاريخ نادي الزمالك كان عن طريق محمود أبو رقيلة عام 84 على الشوتينج ستارز. كان في النصف النهائي أزاح في نصف نهائي تاريخي نادي شبيبة القبائل، ما كان يسمى وقتها شباب إلكترونيك تزي وزو. لم تخن الذاكرة كانت 3-0 في القارة و3-1 في الإياب لتزي وزو. أيام الصادمي، بحبوح، لرباس، باريزي، فرقاني، مناد، ناصر بويش، جمعية غولة. كانت جمعيات في الثمانينات، الجمعيات العربية كانت أسماء أسماء أسماء. كانت الأرض ولادة، افهموها كما تريدون. وقتها وأيامها كانت أعز سينما، أعز أدب، أعز قصة، أعز شعر، أعز مسرح، أعز أعز أعز. كان جيل ذهبي استثمر في الصعوبات. ترجع الكرة ونرجع لعلي، يمشي معلول، علي معلول يلعب الكرة عليه، لعب برشا توازن معلول دفاعيا، ما طلعش برشا هجوميا لأنه في جانبه زيزو. والكرة ترجع مرة أخرى، اوه كاسونغولا، هاني برافو، يرجع هاني، يمشي هاني، يمشي هاني، هاني حط الكرة، يوصل الكرة، تمشي الانطلاق عن طريق الهجوم، يلعب الكرة حسين الشحات، شحات حط الكرة لهاني، هاني وراء اخر الهجمات، يلعب الكرة لمروان، ضيع فرص ولكن قد يخطف الاغلى الغالية، والكرة ذكريات وهدف وليست ذكريات وفرص مهدورة يا مروان. ترجع الكرة بالانطلاق، طارق حامد من تراه على الاعناق بهدف البطولة يا سادة. يرجع بالكرة انطلاق عن طريق وسط الميدان، يلعب النادي الاهلي الوسط احسن الان، الكرة تمشي الانطلاق عن طريق علي، علي يمشي باليسار ويجيب توش، تماس للمعلول، كرة لعلي. 86 دقيقة، الاكسترا تايم قريب ولكن احذروا الكاو، احذروا الكاو. ترجع الكرة بالراس، القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكرة وجول، القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية ممكن، سجلها ولد معلول، سجلها علي معلول ملك الحلول. وي علي وي، وي علي وي، وي علي وي، وي علي وي، علي وي، معلول وي، والكرة ياس، الكرة سي. هل هو معلول ام لا؟ اي قذيفة جات، اي قذيفة جات يا باتشيكو. التاسع يا الاهلي، التاسع الاهلي، لا هو 19، هو أفشة، هو ولدنا أفشة، هو الولد أفشة، هو أفشة، هو أفشة، هو أفشة، ما لها من عفسة. حتى الكرة الثاني ويا لها من صرخة، كي جولاتو يا أفشة، كي جولاتو يا أفشة. مجدي الصياد، مجدي الصياد ليس لاعب الإسماعيلي من زمان، هذا أفشة صياد الأهلي، هذا صياد الأهلي. أنت الصياد الوقناص يا بيتسو، رايع رايع رايع. كهربا قتلوا، قتلك باش تربحوا يا موسيمان. انفجر جمهور الاهلي فرحا، يهللون منتصرين الان. النجمة التاسع على القميص، 82 اهلي، 87 الاهلي، 2001 الاهلي، 2005 اهلي، 2006 اهلي، 2008 اهلي، 2012 الاهلي، 2013 الاهلي، 2020 اقترب الاهلي. اهلي اهلي اهلي، بيب بيب اهلي. غنوا وتغنوا بالملايين، اي صاروخ يا مجدي. 2-1 خلتو معلول، معلول قطع الكرة ومجدي سجل الثاني، والاهلي بروح الفانيلا الحمراء يتقدم للانتصار. سيناريو قاتل، هدف غدار، غدار يا مجدي غدار. قلتها في 2009 ايام هدف انيستا، 8 مرات غدارة غدارة غدارة. هي كرة غدارة، هي كرة دوارة. هو الاهلي عن جدارة، يمشي بالكرة، الزمالك لردة الفعل، الزمالك يقترب، الزمالك للتعادل. مسات المباراة،
ما زالت دقائق من نار. الاهلي الان دفاع كانه مالديني، الدفاع كانه كابريني، الحارس كانه سوبر زوف، الكل يقاتل وبشراسه. لن تضيع الان، لن تهرب الان، لن تتوه الان، لن تضيع الحلم والمجد الان. معلول الشناوي كان كلامه على لساني. 2 الاهلي 1 نادي الزمالك. رامي ربيعه يدخل وكانه هانس بريغل، ولا كالز الالماني للدفاع، يدافع بيتسو موتسمان. الاهلي 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 للنجمه التاسعه. الا اذا قلت لكم وقلت لكم سبحان الله توفقت اليوم في هذه الاختيارات. نعم ذكرت شخصيه الزمالك فسجل بكاريزمة بفنيات شيكابالا، وتكلمت عن الهدف القاتل واذا به خاطفه هو مجدي. الصياد مجدي يصنع الاعياد، الصياد مجدي يصنع الافراح. الثالث يا زمالك. ايوه مروان تمشي كوره في مكان فيه افشه، والكره ترجع طريقة على ينفجر الديربي من جديد. هذا هو غلطك، هذا هو خطأك، هذه هي مصيبتك يا باتشيكو. لماذا غادر شيكا؟ ولو يغادر شيكا يدخل لاعب بنفس الامكانيات موهوب اسمه نجم، لا يدخل هذا الكاسونجو. من اين اتيت لنا بهذا الكاسونجو يا باتشيكو؟ التغييرات تصرف وحدكم عادش قادر على المتابعة. بعد هذا الهدف القاتل لا استطيع الكلام، لا استطيع التواصل ولا المواصلة، لا استطيع التعليق ولا استطيع المزج بين الكلمات. افهموها فسروها. هذا رامي دخل فقط والبقية دخلوا ولا أدري. تمشي الكرة في صورة، تمشي الكرة في دورة، تمشي الساعة في جولة. يقرب الأهلي في رحلة تاسعة مع أيام المجد، أيام النادي الأهلي. تلعب الكرة خطيرة 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 وقريبة. يشوط كرة بن شرقي، لا ركنية ولا تماس، لا شرقي ولا غربي. معلول قص الكرة وقص طريق عربي. ترجع الكرة مرة أخرى لنادي الزمالك. تمشي كرة للزمالك، كرة للزمالك. التاسع يدخل بالرقم، والتاسعة كنجمة على قميصك تقترب النادي الأهلي. 5 دقائق والله ما زال في جرابك يا ديربي، ما زالت من حكاياتك يا ديربي، ما زالت في أدوارك وأطوارك يا قمة. كهربا يدخل ليونير، كهربا يدخل ليمسك الذهب من جديد بعد 7 سنين. عقدة الجيل الذهبي انتهت. الأهلي بعد خسارة فاينل الوداد وفينال بقير يرجع ليطير بالنجمة التاسعة على القميص. يدخل كهربا، يغادر مروان. 3 دقائق ونص اخر الكرات. ما زال في ديربي مجنون. يمشي بالكره الهجوم، مصطفى محمد تقطع. الاهلي كونتر اتاك، يهرب فيها الهجوم. كهربا يا كهربا، والكره على خطا لنادي الاهلي. نادي الاهلي نادي بطولات. في 1907 خرجوا ليغنوا سعد يحيى سعد. اليوم سيخرجون بالملايين. أفشة فلتحيا أفشة. 2 الأهلي 1 الزمالك، وكارت أصفر على الفرجاني. علي يربح فرجاني. الأهلي يكسب الزمالك. مصر تكسب في إفريقيا للمرة 15. هذه عناوين الفاينل خلاص، هذه عناوين المباراة النهائية. الأهلي كسب بروح البطولات. الأهلي خسر فاينل وخسر الثاني. كان محال مستحيل أن يخسر الثالث. اليوم لعبوا بلعب الشوط الثاني نفس سيستم الشوط الأول. البداية أهلاوية والخواتيم للزمالك والتعادل إيجابي. الشوط الثاني بدايته زمالك ونهايته أهلاوية من أعلى طراز. لقب الجدارة. كورتين بكورة للنادي الأهلي، كورة على القائم من هنا ومن هناك. فرص ضاعت وتاهت من هنا ومن هناك. يقترب الأهلي. الخطيب يحقق اللقب الغالي لاعبا ومدربا ويدخل
يدخل التاريخ. يا بيبو يا كاتب التاريخ، الحبيب بيبو محمود يصبح أول شخصية رياضية يربح كأس الأبطال لاعبا ثم رئيس. رئيس يا رئيس، ما زالت الكورة وما زال الكلام، ما زالت دقيقة و40 ثانية، ما زالت دقيقة و40 ثانية هي 100 ثانية. غربالي قيد، غربالي سجل، غربالي دون ودون وسجل الولد أفشى أحلى الأجوال. كرة طويلة ترجع الكرة، ترجع الكرة. الديربي التاسع على التوالي لا يخسره للحين الأهلي في إفريقيا أمام نادي الزمالك. خطيرة جدا، ماذا هناك فجعان الذئب ولا قتلانه يا أيمن. يمشي الكرة، يمشي برجاني حتى الكرة بالراس، حتما الأخيرة، حتما المثيرة، حتما الرهيبة المثيرة. الكرة من بن شرقي خطيرة ومرت سلامات على الفاينل. أمس أحمد في رأيي خلاص رفعوها، شالوها، هزوها، كسبوها، ربحوها، عانقوها بعد أن طوعوها بهدف بالمقاس، بكرة من الكبار ومن زمن الكبار. هذه أهداف الفناجيلي، هذه أهداف الخطيب، هذه أهداف مصطفى عبده، هذه أهداف أبو زيد، هذه أهداف ربيع ياسين، هذه أهداف وأهداف ميهوب وزكريا ناصف، هذه أهداف حسام حسن وإبراهيم، هذه أهداف تريكة وبركات، هذه أهداف الأهلوية من أيام التتش الأستاذ المعلم. 2 الأهلي 1 زمالك، 2 الأهلي 1 زمالك. مبروك التاسعة يا أهلي، خلاص أصروا عليها مع الإلحاح. التسعة يا أهلي، وكتبت لهم التسعة في قميص مغطى بالألقاب. اللقب 139 في تاريخ النادي الأهلي، والبطولة الإفريقية رقم 20. البطولة الإفريقية رقم 20. خلاص ديربي القاهرة يحكم بأحكامه. فينال الشامبيونز ليج يدلي بأرقامه. النادي الأهلي بطل إفريقيا، بطل إفريقيا. مبروك الفريق الأحمر. بيتسو موتسمان يصبح مثل الجوهري ومثل أوسكار فولوني، ينتصر بالشامبيونز ليج بألوان مختلفة. البارحة مع سان داونز، والليلة مع الأهلي، وفي المناسبتين على نادي الزمالك. البارحة في برج العرب، واليوم في حضور كل العرب هنا في استاد القاهرة. الأهلي بطل إفريقيا والزمالك وصيف. هارد لك للأبيض، مبروك للأحمر، لقب يستحقه. ويا كاتب التاريخ، سجل، لون، اتبع، اصبغ النجمة التاسعة على القميص.
الشامبيونز ليج، مباراة التاريخ كتب لها أن تحسم في الخواتيم، كما حسم السوبر في 94 بهدف قاتل من أيمن منصور. هكذا هو الأهلي، لا ينسى، وهكذا هي الكورة، يوما تساء ويوما تصر. في 94 أيمن منصور سجل في الدقيقة 84 الهدف القاتل في السوبر. اليوم وبعد 26 سنة أفشة يخطف ويسجل أغلى الأهداف. انتصر الأهلي على الزمالك 102 مباراة، ولكن حتما هذا هو الأغلى. سجل الأهلي 345 جول، ولكن حتما هدف أفشة هو الأغلى والأحلى. كورة 2-1، أي نهائي، أي أندية، أي مستوى عالي، لغة الأهداف وطريقة التسجيل وهدف شيكابالا ثم أفشة يعطيك فكرة على القيمة الفنية لديربي القاهرة في نهائي دوري الأبطال. علي يحقق الحلم، معلول يظفر بذهبيته الأولى، فرجاني يخسر نهائي الشامبيونز، أفشة، أيمن أشرف وفريق الرئيس الخطيب والمدرب الرائع بيتسو يخطف الأضواء ويحقق اللقب الغالي. 4 محاولات على المرمى من كل جانب، الخامسة الأخيرة من النادي الأهلي فصلت الأمر وحسمت اللقب وجعلت الشحات على جبين كأس غالية قبلة على كأس إفريقيا للأبطال. المسابقة التي تحققت في 64 للمرة الأولى من أوركس الدول الكامروني، حققها العرب أول مرة في 69 بجيل علي بوجريش الإسماعيلي، حققها المغاربيين المرة الأولى عن طريق الجزائر لمولودية العاصمة، فازت بها المغرب للمرة الأولى بالعسكر نادي الجيش، وفاز بها النادي الإفريقي كأول تونسي. اليوم تتواصل الصورة، 9 للنادي الأهلي الريكورد، 5 لنادي الزمالك، 4 للترجي و3 لنادي الرجاء كأكثر الأندية العربية تتويج بمسابقة الأبطال. هذا هو نجم الفينال، المان اوف ذا ماتش رقم 1، أبو 2.5 مليون دولار رقم 2، أبو المشاركة السادسة في مونديال الكورة نمبر 3، أند في رابع الأمور ورابع الخواتيم النجم التاسع على القميص. كل هذا بكورة وفي كورة ومن أغلى كورة يا أفشة الصياد. الأهلي بطل ومؤمن زكريا في البال. اليوم الأهلي كسب بطولة إفريقيا بروح مؤمن زكريا مثلما كسب وحقق الشامبيونز في 2012 بروح الشهداء و72 أو 74 شهيد. هكذا هي الكرة تدار وهكذا هي الكرة تدور. باجي لعب أياما ليخطف لقب، بيتسو جاء في شهرين ليحقق الغالية، والنادي الأهلي كما يقول الأنصار ما يغلى عليه شيء. هذا هو رجل النهائي، هذه هي روح النهائي. مروان محسن يحتفي ببطل ورجل الفاينل، البارحة تريك على أورلاندو، واليوم أفشة. أجيال تسلم أجيال، رجال تسجل لرجال، وهكذا نادي واحد هو مستفيد اسمه النادي الأهلي. ليس من فراغ أنه نادي القرن. 20 بطولة إفريقية يا سادة، 9 شامبيونز ليج، 4 كأس كؤوس، 6 كأس السوبر، وبطولة في الكونفدرالية، وبطولة بالأفرو آسيوية، و4 تتويجات عربية، 25 بطولة خارجية لنادي القرن. الآن الهدف القادم للأهلي كأس مصر، ويمكن يتكرر اللقاء والديربي أهلي زمالك في كأس مصر. السوبر الإفريقي الشهر القادم ضد نادي نهضة بركان المغربي. كأس العالم في فبراير هنا في الدوحة الفيحاء عاصمة قطر، وبالتالي الماكينة رجعت الدور، الماكينة رجعت ترحي. النادي الأهلي لنجمة تاسعة على قميصك يا شناوي. مبروك للأهلي، هارد لك للزمالك. الزمالك ضيع انتصاره في الشوط الأول، المباراة كانت شوط بشوط. لا نتكلم في التكتيك الآن منصات تتويج، ولكن ما زلت مصر أنه خروج شيكابالا وعدم تعويضه بنجم ممكن كان الخطأ التي غيرت شكل المباراة. تحياتنا لمؤمن زكريا، تحياتنا لمؤمن زكريا، يا ما أسعد الأهلاوية. هكذا هي الحياة،
فيها افراح وفيها الام، لكن مؤمن باذن الله، مؤمن ايضا وباذن الله سيخرج من هذه الازمه الصحيه وسيعود. الاهلي يهداك اللقب لتاريخك ولأهدافك ولأمجادك، لذلك قلت هي بطولة بروح مؤمن زكريا الذي هو يرفع الكاس. أي روح يا النادي الأهلي، أي روح يا النادي الأهلي. أنت أطول عمر يا مؤمن زكريا. هذه ذكرتنا ب 97 كاس الكاف والترجي والهادي برخيصة بالها. أطول عمر إن شاء الله يا مؤمن زكريا. هكذا هي كورة وتاريخ، هكذا هو ديربي بصور، هكذا هي ذكريات. مكتوب نصيب، مكتوب قضاء وقدر ونصيب، كتب لأن يرفع الأهلي التاسع اليوم أمام جار نادي الزمالك. شكرا للكبيرين. الجهاز لو في حاجه هجيلك بيها. سامعني؟ مع محمد مجدي قفشه. مبروك يا سيدي. حبيبي الله يبارك فيك. كابتن الجمعه طبعا موجود، انا من الناس اللي بحبها جدا، ببارك له. الف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك للجماهير والف مبروك لكل الناس اللي بتحب النادي الاهلي. طبعا كابتن هيثم فاروق بكن له كل الاحترام، بقول له هارد لك. هي دي الكوره، لازم فرقه تكسب وفرقه تخسر. مبروك للنادي الاهلي، هارد لك نادي الزمالك، وهارد لك لعيبه نادي الزمالك، لعيبه محترمه على اعلى مستوى. صراحه اداء كان اكثر من رائع برضو لفريق الزمالك، ادوا بكل رجوله بصراحه. طبعا من غير ما انت تقول انا قلت فريق الزمالك فريق كبير ولعيبه محترمه، خلي بالك احنا كلنا اصحاب وزمايل ومع بعض في المنتخب. هارد لك ليهم، هم لعيبه كبيره فعلا وعملوا ماتش كبير، بس هي دي الكوره. الحمد لله احنا تعبنا وربنا كرمنا الحمد لله. احكي لي بقى قصه الهدف. بص هو انا الحمد لله رب العالمين انت ما خدتش قرارين، ما فيهاش تردد دي. انت لو خدت بالك لو مركز معانا ماتش الوداد نفس الجون، نفس ماتش المنتخب نفس الجون. انا بتمرن دايما مع الكوتش معانا في الاهلي نفس الطريقه، اللي انا اضغط واللعيب بظهره، فطول ما اللعيب بظهره هو مش شايفك. فالحمد لله انا اول ما باخدها بشوت، حتى في المنتخب خدت شوت، حتى في الوداد. فهي تدريب، انا بتمرن وبركز وبعمل اللي الكوتش بيقول لي عليه. ناس كتير انتقدت قفشه لكن انا ما بسمعش، ولما حد بيقول لي بحترم كل ده، لان هي دي الكوره، لازم حد ينتقدك ولازم وانت كويس الناس تتكلم عليك كويس. بشكر كل الناس اللي انتقدتني وبشكر كل الناس اللي بتديني حقي.
وانا مش زعلان من حد، ومسامح كل الناس اللي بتتكلم عليها حلو او وحش. بحب كل الناس، ما بزعلش من حد. لكن انا راجل فلاح، بحترم بلدي جدا، بحترم اهلي، اتربيت على الاصول، اتربيت ان انا ابقى محترم. اهلي واخواتي وابويا وامي وعمامي وكل اهل بلدي كلهم ربوني على الاحترام، اللي انا احترم اي حد. لو كسبت هحمد ربنا، ولو خسرت هحمد ربنا برضه، ولو كسبت هروح للفريق التاني اقول له هارد لك، ولو خسرت نفس الكلام. بحمد ربنا وبشكر كل اهل بلدي، وبالذات بالاخص ابويا، عشان ابويا اهلاوي صميم صميم صميم، وببارك له بقول له المدينه دي ليك انت، وهجيبها له بكره ان شاء الله. يديله الصحه والعافيه. حبيبي، الف مبروك يا ابشر. شكرا حبيبي، شكرا. بعد جون تعادل حسيت ان هو حسيت ان الكوره ممكن تضيع ولا لا؟ دلوقتي حسيت ان الماتش ممكن يضيع منك، انت حسيت ان احنا ان احنا نكسب بعد جون عامة بعد المكسب ده حسيت ان بعدين صارت نهائيين صارت نهائيين لو اول ما نرجع كنا متفقين بعد جون التعادل على طول حسيت ان الماتش ممكن يضيع ولا نرجع تاني لما جبنا خلاص تعالى انت عملت كده مش هفهم عادي عادي عامة